l'objectif fixé par le président de la fédération. الهدف الأساسي لفرنسا هو نصف النهائي. وصلتم لنصف النهائي. إذا الآن نحن ننظر إلى أبعد شيء ما. هنالك بعض المصابين. هل تعتقد أننا لحد الآن نجحنا نحن الفرنسيون في هذه الدورة من كأس العالم؟ أعتقد أننا لعبنا دورة متميزة جدا. الآن نحن في نصف النهائي. طبعا عند الانطلاق الهدف كان الربح، الكسب أولا، الكسب في كل مباراة. الآن وصلنا إلى مستوى أنه من التنازل. نحن في المربع الأخير، المربع الذهبي، وهذا إنجاز كبير جدا. الآن الهدف هو الربح، الربح أولا، نحن نريد ذلك. Bonsoir, Jérémy Talbot أهلا من l'AFP. من الAFP. مباراة حربية ضد انجلترا وتلعبون ضد المغرب الآن. لديكم كثير من المصابين ولقد لعبتم مباريات طويلة. أنتم ربما معتبرون مؤهلين على الورق، ولكن هل هذا كافي؟ أعتقد أنه لدينا كثير من الخبرة لكي لا نسقط في فخ الفريق المغربي. الفريق المغربي وصل إلى هذا الحد ليس بالصدفة. الفريق فريق يدافع جيد جدا، يدافع دفاعا مستميتا. ستكون مباراة قوية وصعبة، وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز أصدقائنا لمحاربة أخرى، لحرب جديدة. هذه بعد حرب إنجلترا حرب ضد المغرب كرويا طبعا. ومثل ما قلت لك لابد أن نسقط في فخ السهولة. هذا نصف نهائي كأس عالم، نصف نهائي كأس عالم. لابد أن تعطي كل ما عندك وأن تجاهد حتى النهاية لكي تكسب هذا المكان في النهائي. لابد أن تكون ممتاز. أهلا رافائيل. المنتخب الفرنسي سوف يلعب النصف النهائي الثالث في 6 سنوات. نعرف أننا لعبنا أيضا في 90 في 98 وفي 94. هنالك من أولادنا لم يروا أبدا فرنسا تلعب نصف النهائي. هل أنت متيقن تماما بأننا نخلق الآن أناس جدد، يعني أجيالا جديدة في فرنسا؟ أعتقد أننا سوف نتيقن من ذلك عندما تنتهي المقابلات كلها وتنتهي كأس العالم ونرى أين وصلنا من الأهداف التي رسمناها في الأول. نصف النهائي هو شيء ممتاز جدا، ونحن الآن مركزون على ما تبقى من هدفنا وهو الجزء الأكبر والجزء الأنجع. صحيح أن النتائج الماضية النتائج كانت موجودة وهي أمامكم ويمكن أن تقرأوها. لابد أن تكون لديك فريق جيد، وقد لعبنا ضد فرق كبيرة، وقد رأينا فرق كبرى خرجت من المسابقة، فرق كبرى وحتى منها من خرج في الدور الأول. هو صعب جدا أن تتيقن مما تقوم به على عين المكان في نفس الوقت. عندما يمر الزمن وتنتهي المسابقة نعرف ماذا قمنا به وما هي الأخطاء التي قمنا بها، وفي كل مرة لابد أن نفكر في المقابلة القادمة، المباراة القادمة. أهلا رافائيل. جورنال ليكيب. أنت جاءت إلى المنتخب الفرنسي في 2013 والآن لديك 9 سنوات خبرة في المنتخب الفرنسي. هل تعتقد أن عمل ديدي ديشان تطور معكم أنت منذ 9 سنوات معه في قيادة الفريق؟ السؤال الثاني، كريم بنزيما أرسل لكم رسالة تشجيع، هل اتصلت به؟ هل لديكم اتصالات فيما بينكما، اتصالات صداقية مع كريم بنزيما؟ شكرا. أولا أنا بدأت 2013 صحيح، ولكن بدأت من 2012 الانتماء للمنتخب الفرنسي. مع المدرب لدينا علاقة متميزة جدا ونعرف بعضنا كل يوم أحسن فأحسن. الأهداف هي دائما وأبدا هي نفسها، هي الكسب، والمدرب دائما وابدا منتبه لكل الجزئيات، ونرى عند النقاش معه أنه يعرف من أنا وأنا أعرف من هو،
وأعرف ماذا ينتظر مني، أعرف ما هو الشيء الذي ينتظره مني وأنا وما يمكن أن أعطيه للفريق. لذلك أنا دائما وأبدا أكون على نفس المستوى من تبادل الفكرات معه، وأن أكون دائما عند حسن ظنه وعند حسن ظن كل المنتخب الفرنسي وكل الفرنسيين. إذن عليه أن يكون لدينا شيء أو كثير من التوازن ومن الرصانة. فيما يتعلق بكريم بنزيما بكريم بنزيما طبعا أنا دائما وأبدا معه ونحن باتصال مع بعضنا وأكتفي بذلك. أهلا رافائيل. عبد الواغي طونتار دلانبا تي في من لامبا تي في. سؤال بسيط جدا، كيف تجد هذا الفريق المغربي؟ سؤال بسيط جدا. أنا أرى أنه فريق قوي متماسك خاصة، وصعب جدا أن تحركه وصعب جدا أن تدخل في خطوطه في وسط خطوطه. هم يكتبون التاريخ صحا، هم يكتبون التاريخ الآن، وفي الفوتبول المغربي الكرة المغربيه والكرة العالمية هي قوة متماسكة وقوة جماعية، وقد تحصلوا على نتائج ممتازة تعطيهم كثير من الثقة في أنفسهم. فريق متوازن مرة أخرى أقولها لك، وأعتقد أن لديهم سلاح وأسلحة على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجمات المرتدة، على المستوى الكرة الثابتة، على مستوى التحركات الفردية. أنا أعتقد أن المباراة ستكون صعبة جدا. ليس من السهل وليس من باب الصدف أن تجد المغرب في نصف النهائي. إذن نحن ننتظر كثير من المنازلة معهم. أهلا رافائيل. سؤالين اثنين. الناحية البدنية للفريق الفرنسي، هنالك بعض التغييرات حصلت في الفريق في وقت ما. بالنسبة ل 2018 هل تشعر بأن الفريق تحسن أو بقي في نفس المستوى؟ وسؤال ثاني خاص بالمدرب، هل فيما بينكم تتمنون أن يبقى معكم ديشامب؟ هذا سؤال. على المستوى البدني نحن جيدون جدا الآن، نحن ممتازون. كنا محظوظين بأن كان لدينا بأن ترشحنا في المباراة الأولى والثانية. في المباراة الثالثة تمكن من إراحة كثير من اللاعبين، ثم بعد ذلك أنا لا يمكن أن أكلمك عن مستقبل المدرب. فيما يخص سؤالك الثاني، هذا كله يعتمد على نتيجة المقابلة القادمة. Bonjour Raphaël. أهلا رافائيل. Guillaume Lenné pour Ouest France. Tu fais partie un petit peu avec. أنت من مجموعة لوريس، غريزمان، جيرو. سوف أقول المجاهدون القدماء. ومع ذلك أصبح عطاؤك أكثر فأكثر خاصة ضد إنجلترا. إذن هل لديك هذه القوة؟ ستكون لديك هذه القوة أنتم الأربعة الذين ذكرناهم تقومون بالواجب ضد المغرب وربما في دور النهائي لنصل إلى أهدافنا. نحن نعرف بعضنا جيدا، نعرف بعضنا البعض جيدا، ونتحرك مع بعضنا ونتدرب مع بعضنا ونتفاهم. لقد عشنا فترات طويلة مع بعضنا وتجارب كثيرة مع بعضنا. نحاول أن نوصل ذلك إلى بقية المجموعة وأن نقودهم وأن نقود الفريق على مستوى الذهني، كما ذلك على مستوى التفكير، على مستوى إبلاغ رسائل المدرب. نحن نعرف أين نحن موجودون، نعرف مكاننا في الفريق. نحاول أن نغير ما يمكن أن نغيره وما يجب أن نغيره أحيانا داخل المباريات وفي المباريات الصعبة وفي الأوقات الصعبة داخل المباريات، ثم نوصل إليهم أيضا هدوءنا وتجربتنا مثلا كيف نلعب، مع من نتعامل أكثر، أين هو الجانب الذي يجب أن نسيطر عليه، أين هو الجانب الذي نصلحه، أين هو الجانب الذي نشجعه، واصل في هذه النقطة، غير هذه النقطة إلى آخره. إذن الطريقة التواصل داخل المجموعة هي أهم شيء. أهلا رافائيل. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. إذا عقب الندوة الصحفية للاعبين لاعبي منتخب فرنسا، قال المدافع الفرنسي فاران أن المنتخب المغربي لم يصل لهذا المستوى عن طريق الصدفة، وإنما بالعمل والجد.
وأشاد المدافع الفرنسي فاران بالمستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب المغربي خصوصا في الشق الدفاعي. وقال فاران أن المنتخب الفرنسي لديه الخبرة الكافية وسيسعى جاهدا لتخطي عقبة المنتخب المغربي. بهذا أعزائي المتابعين نصل لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.